اخت بعتة بتقولي انا اخويا بيدفع تمن غلطة انا مش عارفة هي ايه، لكن اخويا اتظلم ظلم كبير جدا، ادى لمراته اغلى حاجة في جسمه، اغلى عضو من اعضائه، وفي الاخر راحت اتجوزت اقرب حد ليه. بتحكي وبتقول انا اخويا كان شاب زي اي شاب، من واحنا صغيرين في وشنا بنت الجيران، من وهو صغير جدا وهو متعلق بيها. كانت بنت شايفة نفسها جدا، كانت بنت طول الوقت ملفتة للنظر، او بمعنى اصح كانت بتحاول تلفت النظر ليها. كانت بتمشي في الشارع زي ما بيقولوا كده تهتم بنفسها جدا، بتحاول تلبس ضيق جدا، بتحاول تظهر ملامحها، بتحاول تفتن اي شاب ممكن يكون في المنطقة. واحنا كنا عينة ملتزمة. انا افتكر اول ما بلغت امي حجبتني وخلتني البس الحجاب الشرعي وقالت لي ده احسن حاجة ليكي، وانا ما اعترضتش وسمعت كلامها. لكن بنت الجيران كانت عكسنا تماما في كل شيء. كان اهلها زي ما بيقولوا اليومين دول اوبن مايند، سايبينها تعمل اللي هي عايزاه، سايبينها تلبس اللي هي عايزاه. المهم ان اخويا من واحنا صغيرين قد كده وهو عينه عليها ومتعلق بيها، رغم ان كتير جدا من عيلتنا كانوا بينتقد تصرفاتها وبينتقد تصرفات اهلها، لكن هو كان بيدافع عنها دفاع باستماتة، وكان دايما يقول هي دي اللي هتجوزها لما اكبر. كنا في الاول فاكرين انه شغل عيال، عيل صغير وطايش وشايف بنت الجيران معجب بيها، لكن كل ما كان بيكبر كان اصراره عليها بيكبر معاه لحد ما وصل ثانويه عامه. طبعا هي كانت تقريبا قده في السن، وكان بيجي لها الخطاب من وهي لسه في ثانويه عامه، ومنين ما يجي لها واحد يخطبها تقوم الحرب والنار في بيتنا، ويفضل يتخانق مع ابويا وامي ويقول لهم انا ماليش دعوه انا عايز اخطبها. بابا كان يزعق فيه ويقول له ايه يا حته عيل انت يا اللي بتتكلم في خطوبه، خطوبه ايه دلوقتي انت اتجننت، اصبر لما تخلص تعليمك. كان عندنا ابن عمنا بيجي لنا من وقت للتاني، ومنين ما بيجي بيشوفها ويقعد يقول قد ايه البنت دي بتمشي في الشارع، فلان بيبقى عايز يكلمها وعلان بيبقى عايز يكلمها. وابن عمنا ما كانش بعيد عننا، كان ساكن بعدنا بشارعين. المهم ان كبرنا كلنا والبنت دي كبرت قدامنا واخويا مصمم عليها، لحد ما اخويا دخل الكلية، وكل شوية وهو بيعمل المستحيل عشان يخطبها. كان بيروح من ورانا لأبوها وأمها ويتوسل إليهم ويقول لهم إنه بيحبها، وكان دايما مطاطلها بشكل غريب جدا، وكان كل الناس عارفة قد إيه فلان بيحب فلانة، وإن فلانة دي ممكن تعمل أي حاجة وتشتري وتبيع فيه زي ما هي عايزة، وهو هيستحمل وهيعمل المستحيل عشان يوصل لها. اخويا اول ما خلص الجامعه بابا اول حاجه عملها فكر انه يسفره بره عشان ينساها ويتلهي في شغلانه، خاصه ان اخويا ما فيش غيرنا وهو وما كانش ليه اي جيش. المهم ان بابا عمل اللي في وسعه وعمل المستحيل عشان يقدر فعلا يسفره، وسفره في دوله عربيه. في الفتره دي كان بيجي لها عرسان ودايما الموضوع ما بيتمش، اتخطبت تقريبا فوق ال4 مرات، وكل مرة اخويا يقاطعنا ويقول انتوا السبب، انتوا اللي ضيعتوا مني حب عمري. وابتدت الحكاية على كده لحد ما عرف ان اخر خطيب كان عندها فسخت وما بقاش معاها. في الفترة دي كنا احنا بنشوف انها ابتدت يبقى فيها علاقة بينها وبين ابن عمي، وابن عمي بقى يتردد على الشارع كتير. في الفترة دي انا بقيت طول ما عايزه اقول لاخويا امي تقول لي اسكتي ما تنكديش على اخوكي، ده في الغربه، ده شقيان، كفايه اللي هو فيه. اقول لها يا امي لازم يعرف، يمكن يفوق لنفسه، ده لحد دلوقتي بيكلم ابوها، ولحد دلوقتي بيقول انه لما ينزل هيخطبها. كانت تقول لي لا. مش عايزه اقول لكم قد ايه علاقتي باخويا كانت متوتره جدا، واخويا طول الوقت كان بيتهمني ان انا بغير منها، وان انا مش عايزه الجوازه دي لان انا اتقفل عليا وبشوف اللي هي فيه تفتح، لكن انا نفسي فيه بس مش عارفه احققه.
فكان دايما بيتهمني ان انا بني ادمه حقوده، وان انا بصلها بصه تانيه عشان عايزه اطلع فيها حاجات كتير، لكن هي بنت زي الفل ومفيش زيها. المهم بعد ما نزل اخويا من السفر، قبل ما يجي يسلم علينا راح لهم وقال لابوها انا جيت وعايز اخطب بنتك. طبعا ابوها رد وقال له لو جيت بطولك تاني مش هقبلك، لازم تجيب ابوك وامك. وجي اخويا وبعد ما سلم علينا قامت الحرب في البيت، انا هتجوزها يعني هتجوزها. ساعتها قررت امي تقول له ان في علاقه بينها وبين ابن عمي، وانها شافتهم كتير مع بعض، وان ابن عمك بقى يتردد على الشارع كتير بسببها. لكن هو رفض يسمع اي كلام وقال لهم انتوا بتقولوا كده عشان تكرهوني فيها، وقال انه هيسالها واللي هي هتقوله هيبقى مصدق ومش هيبقى فيه اي قولان بعد كلامها. طبعا راح عشان يسالها، قالت له ان ابن عمي هو اللي بيجري وراها كالعاده زي شباب كتير بتجري وراها، لكن هي بترفض لانها مش شايفاه مناسب. راح سأل ابن عمي، ابن عمي قال له والله كان في بداية علاقة، لكن انا مش حابب اكمل مع بني ادمة زي دي. ساعتها اخويا خد الكلام ان ابن عمي غيران منه، وان هو كان بيجري وراها وهي اللي رفضته عشان كده كاره البنت، وصمم اكتر انه يتجوزها. وفي خلال 4 شهور كانوا متجوزين. لما اتجوزوا بقى امر واقع، خلاص بقت معانا وجبنا لها كل اللي نفسها فيه، شبكة وشقة ومؤخر ومهر وكل حاجة بتحلم بيها أي بنت. وعمل فرح، كان فرح كبير جدا. كانت في الفرح لابسة اوفر جدا، وكانت كل العيلة بتتكلم انتوا ازاي وافقتوا ان فلان يتجوز فلانة، ده انتوا معروف عنكم ان انتوا ناس ملتزمين. لكن كنا بنقول ربنا الهادي، ويمكن مع الأيام ربنا يهديها. لحد ما اتجوزوا فعلا، وفات اكتر من 2 على جوازهم، ربنا كرمهم ببنت. من اول ما جت البنت وكلنا فرحنا وكلنا ابتدينا ننسى اي سلوك ليها ونقول كانت طايشه كانت صغيره، لكن دلوقتي كبرت وعقلت. وبعد 2 وبعد اول ما خلفت ابتدى يظهر عليها تعب شديد جدا، بقت تبقى ماشيه في الشارع يغمى عليها، الناس تتصل تقول لنا فلانه مغمى عليها الحقوها، نجري نلحقها، تروح لامها تتعب عندها ننقلها على المستشفى. المهم من هنا لهنا، وبعد الاشاعات والتحاليل اخويا اكتشف ان عندها مشكله في الكبد، ولازم متبرع ضروري وفوري لفص، لان عندها مشكله في فص معين في الكبد. الدنيا ساعتها اتقلبت، واخويا كان بيعيط بالدموع وهب حياته كلها عشانها، لدرجه انه ساب شغله وبقى يقعد تحت رجليها يعيط ويقول لها هعمل المستحيل. كل الفلوس اللي كانت محوشها من سفره تقريبا راحت عليها، كان بيدور على متبرع بأي وسيلة. كل أهلها عندها 2 إخوات رفضوا أصلا إنهم يروحوا يعملوا الفحص ده، ورفضوا إنه ممكن يضحوا بجزء منهم عشانها، وقالوا ده أعمار والأعمار بيد الله، لكن إحنا عندنا عيال ومش موافقين ندخل عملية زي دي. وأبوها راجل كبير في السن وما ينفعش ياخدوا منه فص في الكبد. ساعتها قالوا جوزها الوحيد اللي لو تم الفحوصات وطلع فيه توافق هناخد فص من الكبد عنده. اخويا ما ترددش لحظه، بقت امي تعيط وتقول له يا ابني حرام عليك نفسك، حرام عليك صحتك، يا ابني انا ماليش غيرك، حرام عليك تضيع مني. لكن هو كان على كلمه واحده، ده نفديها بنور عينيا، المهم تبقى سليمه، دي حب عمري، دي اللي طلعت قدامي وشوفتها عيني وكنت بموت فيها حتى رغم البعد والمسافات، انا مستعده اعمل عشانها اي حاجه. ولما طبعا عملوا الفحوصات طلع في تطابق، وفعلا فعلا هو راح يعمل العمليه من غير ما يفكر ومن غير ما يتردد لحظه، واداها فص من الكبد عنده. الدكاتره قالوا ان شاء الله هيقدر يعيش بشكل طبيعي جدا، وان الفص ده مش هيأثر عليه في اي حاجه. اتبرع لها بفص من الكبد. كنت انا واحده من الناس شايفه ان لو في راجل عمل كده عشان ست، الست دي ما ينفعش تعمل اي حاجه في الدنيا،
غير تعيش وهبة الباقي من عمرها عشانه، وتعيش تحت رجله وتديله عينيها من جوه وتعمل أي حاجة عشانه. هي متأكدة إن أخويا بيحبها من هم أطفال صغيرين، ومتأكدة إنه مستعد يضحي بأي حاجة عشانها. لكن هو مش بس كان بيتكلم، ده كل أفعاله كانت بتقول إنه بيحبها، ومتهيألي مفيش أغلى من الصحة، وهو ضحى بجزء من عضو من جسده ومن جسمه عشانها عشان خاطر تعيش. وكان بيقول دي حب عمري وأم بنتي ومفيش أغلى منها. لكن بعد الجواز بسنتين، وفي الفترة اللي حصل لها فيها الحالة الصحية دي، وبعد ما عملت العملية، ابتدى ابن عمنا يتردد علينا من جديد، وابتدى يزورها كتير جدا ويدخل شايل ومشيل بحجة انه بيزور مرات اخوه، ما هي تعتبر مرات اخوه لان اخويا يعتبر اخوه. المهم ان الزيارات زادت جدا والواجب زاد جدا، وبقت انا وامي مستغربين من امتى يعني هم اصحاب واجب كده؟ من امتى ابن عمك ما بينساش وما بيفوتش يجي لها في المستشفى ويجي لها في البيت ويروح يزورها عند اهلها؟ الموضوع زاد عن حده. انا وبنتي بس، انا وامي اللي كنا فاهمين بس القصه، انا وامي اللي حسينا ان التصرفات غير منطقيه. لكن اخويا كان على نياته، وكان شايف ان ابن عمي بيفهم في الاصول وصاحب واجب وبيعمل الخير وقد ايه هو انسان. نسي خالص حكايه زمان، ونسي خالص ان كان في يوم من الايام قلنا ان في علاقه بينهم. نسي الكلام ده اطلاقا. انا وامي اللي كنا واخدين بالنا، وابتدينا نشوف ان فتره وهتعدي، لحد ما مرات اخويا ربنا خد بايديها وربنا شفاها. وبعد ما قامت بالسلامه يا دوبك ب6 شهور، ويا ريتها ما قامت من العياده، يا ريت كان ربنا خدها افضل من اللي حصل لنا بسببها. مفيش 6 شهور قامت وبقت قويه وعافيه تاني، وابتدت تتجبر ورجعت زي الاول. اصل نسيت اقول لكم ان من اول يوم جواز وهي متجبره قوي، كان صوتها دايما اعلى من اخويا، كانت طلباتها لازم تنفذ. يمكن الفتره الوحيده اللي شفتها مكسوره هي فتره عياها، واول ما استردت صحتها رجعت القوه تاني، وبقت تتكلم تاني بصوت عالي، وبقت تطلب وطلباتها لازم تجاب، خاصة ان معاها راجل ما بيقولهاش غير حاضر وتأمري واللي انت عايزاه. وبعد 6 شهور من استردادها لصحتها ابتدت تتعوج تاني، وابتدت سلوكياتها تتغير. بقت تيجي ترملنا البنت وتنزل تغيب بالساعات، ولما نسألها كنت فين تقول انا كنت مع واحدة صاحبتي او كنت في الكوافير، اصل انا من هنا ورايح عايزة احب الحياة، ده انا ربنا كتب لي عمر جديد. طبعا كنا بنسكت وما نرضاش نتكلم، حتى لما اخويا كان يرجع من الشغل كنا ما بننطقش ولا بنقوله انها خرجت، وكنا بنقول ملناش دعوة، لحد ما تصرفاتها زادت عن الحد. وفجأة صحينا من النوم لقينا اخويا جاي بيعيط بالدموع وبيسأل عليها عندنا وبيقول محدش شاف مراتي. طبعا قلنا له ما نعرفش عنها حاجة، ايه اللي حصل؟ قال انا قمت من النوم ما لقيتهاش ولا لقيت هدومها في الدولاب. امي قالت له يا ابني روح اسال عليها عند اهلها، يمكن تكون اتخنقت او زعلت، فروح شوفها عند اهلها. جري راح شافها، ابوها قال احنا ما نعرفش عن البنت حاجه، البنت راحت فين؟ البنت في مسؤوليتك ولازم انت اللي تقول لنا هي فين، اكيد انت زعلتها، وكلام كتير قوي ملوش داعي. واخويا منهار وميت من العياط. وكلمه ميت من العياط انا ما بقولهاش تهريج، اخويا كان بيعيط زي اي واحده مكسور قلبها، بيعيط زي الستات كده لما يتقهروا ويتوجعوا، بيعيط بشحتفه ودموع، وكل اللي عليه مراتي راحت فين، مراتي راحت فين. مش قادر يشك فيها ولا قادر يسيء بيها الظن. كان بيقول ده اكيد متضايقه، واكيد بعد العمليه كان عندها تغيرات وتعبت وشقيت، والموضوع هو اللي نفسيتها متاثره بيه، فعشان كده راحت في اي مكان تغير جو. اتاري مرات اخويا رفع على اخويا خلع من 3 شهور،
واول ما اتحكم لها بالخلع خدت بعضها وطفشت، وكل ده عشان تتجوز ابن عمي. صدمة، انا عارفة انها صدمة. انا نفسي اتصدمت وانا بسمع